بتبدأ قصتنا من مقابر العمود اللي في كرموز وسط اسكندرية، واللي بيحكيها هو الفنان طلعت زكريا. كانوا كل يوم وهم صغيرين بيروحوا يلعبوا عند سور العمود، وهو عبارة عن سور مقابر عالي وله 3 بوابات. واللي كانوا بيسمعوا عنها دايما حاجات غريبة، زي ان في واحد اتأخر وكان في زيارة للمقابر باب المقابر بيتقفل عليه وتاني يوم بيلاقوه محروق. طلعت زكريا وهو صغير كان بيروح يلعب كورة في حتة اسمها العمود، وكان تقريبا في أولى إعدادي مع حسين وهاشم وماطي. نروح نلعب عند سور العمود. تروح تلعبوا جنب المقابر وانتوا عيال واحنا عيال ومش خايفين ولا اي حاجه؟ لا لا لا، في برضه نور وشويه وبتاع، انما العمود كان سوره عالي جدا وله 3 بوابات. حلو. وبنلعب احنا كوره عادي مش في دماغنا كل يوم الليل لما يليل. لا استنى بقى، الليل لما يليل دي وبالتحديد كانوا بيلعبوا قدام الباب الثالث اللي بالمناسبة ما كانش بيتفتح خالص. وفي يوم من الأيام اتأخروا في لعب الكورة عند سور العمود، ويلاقوا مرة واحدة الباب الثالث اللي كانوا بيلعبوا عنده واللي بالمناسبة ما كانش بيتفتح خالص اتفتح مرة واحدة. معايا ماضي هشام وماضي. وفجأة لقينا في الغالب باب العمود اللي بنلعب قدام منه ما بيتفتحش بالليل. انت قلت لي كان باب واحد للمقابر هم كلها؟ 3 بيبان. بس احنا خد بالك العمود ده مساحة كبيرة جدا يا حسين. يعني ال3 بوابات دي بعرض المكان كله. فاحنا بنلعب قدام بوابة منهم يعني. فكل ما بنلعب ما كانتش بتتفتح البوابة دي. ففي يوم لقيناها بتتفتح بالليل. مع ان الباب كبير جدا، ولقوا حد قزم لابس جلابية وشبشب وجاكيت وماسك منشة في ايده، والغريبة ان استحالة الشخص ده يعرف يفتح الباب لوحده. فاتريقوا عليه وقالوا ايه ده عفريت بتريقة. فبصلهم بصة وحشة قوي. وكانوا في اليوم ده بيلعبوا لحد الساعة 10 بالليل في مكان ما بيمشيش فيه حد خالص. وكان ابو منشة ماشي قدامهم بخطوات سريعة قوي، وهم مشوا وراه يشوفوه رايح فين. وفجأة بدأ أبو منشة يتلاشى لحد ما بقاش ظاهر أصلا، فجروا يشوفوا هو اختفى راح فين. الغريبة إنها طلعت بلاعة، والأغرب إن فتحة البلاعة ما تعديش إنسان بحجمه أصلا. وراحوا قالوا الحكاية دي لصاحبهم فاضل اللي كان من القاهرة، وفضل فاضل يروح معاهم علشان يشوف أبو منشة لحد ما جه اليوم اللي ظهر فيه الراجل أبو منشة. هشام وماضي. كويس. فاحنا ضحكنا. قلنا ايه ده عفريت. قلتوا ايه ده عفريت ببساطه كده. فهو راح واقف كده وبص لنا بصه. سمعنا. فابتدينا نخاف. احنا بنتعامل معاه على انه شخص كوميدي. انت عارف الاقزام دايما بيبقوا مهرجين ودمهم خفيف. فاحنا قلنا ده منهم يعني. فبص لنا بصه كده فيها يعني احترموا نفسكم شويه. فابتدينا احنا خوفنا منه، فابتدى يمشي هو. انت كنت ساعتها كام واحد؟ كنا 4. ما كنتوش 10 تنفار؟ لا كان في بقى ناس مشيت، خلصنا ماتشات وناس مشيت. اتصفت الحكايه على 4. اتصفت على 4. طلعت. ايوه. وهاشم وهشام. ومنير وماضي. مش عارف تغلط في اساميهم ليه يعني، مش مهم دول خالص. طيب طلعت وهشام وماضي، والرابع مين؟ حسين. حلو قوي. اوكي. احنا طبعا مش قاعدين عشان الناس ما يقولوش احنا بنكذب عليهم او حاجه، احنا قاعدين ليل لغايه بالليل لان كنا بنلعب على فلوس. احنا بنقسم الفلوس بالليل. وانا كنت طبعا الزعيم، فكنت باخد اكبر قدر من الفلوس. فقاعد عشان الم الفلوس. ده اللي اخرنا يعني. فاحنا كل يوم بنلعب وبنمشي المغرب. انما اليوم ده بالليل عشان نشوف الراجل. انتوا كان الفريق المنتصر فبتعدوا الفلوس بتاعتكم. بالظبط. وكان بالليل الساعه كام؟ كان حوالي 10 كده. عربيات رايحه جايه؟ فيها عربيات ومع ذلك طلع هذا. عشان كده احنا ابتسمنا. طلع من جوه التراب يا ترى. من جوه التراب وفتح الباب. والباب ملوش غفير، مفيش غفير للباب. لان في الغالب الباب ده بيبقى مقفول، ما بيتفتحش الا في الزيارات. بعد ما بصلنا كده ابتدى يمشي. انت عارف الاقزام مشيتهم سريعه شويه، ابتدى يمشي بسرعه وبينش طول ما هو ماشي. طب ما جايز يكون راجل بشري يعني. ما انا هقول لك اهو، انا لسه. اوكي. ابتدى يمد ويمشي، ابتدينا نمشي وراه. حود من حته تانية. مشيت وراه ليه؟ ايه؟ مشيت وراه ليه؟ احنا بنحسبه راجل عادي، مش عفريت. انا بقول لك ده طلع عفريت يا حسين. شبطان؟ ممكن.
ومشي وراه فاضل، وفضلوا يقولوا له ارجع يا فاضل ارجع يا فاضل. الأغرب لحد دلوقتي هم ما يعرفوش فاضل فين. والأغرب إن أبو منشة دي قصة حقيقية حصلت أيام الاحتلال الإنجليزي، وكان الشرطيين السريين بيلبسوا دايما جلابية وجاكيت ومعاهم منشة. وكان الشرطي في اليوم ده بيتفقد الحالة الأمنية، ولما شاف حرامي بيسرق أحد الدكاكين جري وراه، وفعلا مسكه عند مقابر العمود، لكن الحرامي قدر يمسك خشبة ويضربه على دماغه لحد ما قتل الشرطي. ومن وقتها وعفريته بيطلع في المكان اللي اتقتل فيه، وكل سكان اسكندرية عارفين انه بيطلع وبيختفي، بتحديدا في الظهر. فلو قابلك ابو منشة يا ريت ما تمشيش وراه.